اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. انا جبت طبعا حاجات كده من بيجي على الفيسبوك. دي سويت بالدلكه، ودوت حليب جوز الهند، ودي بقى طبعا السفنجه اللي هي طالعه ترند ومكسره الدنيا كلها، ومعاهم التنت دوت. طبعا ده ريفيو انا بعمله عليه. هجرب طبعا الحاجات دي وهشوفها هي حلوه ولا لا، واكيد طبعا هقول لكم تجربتي فيها كانت ايه، وهقول لكم حلوه ولا لا. بس انا عايزه اقول لكم ان السويت دي ريحتها جامده جدا جدا، ريحتها فواحه قوي، حلوه قوي 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 بجد يعني. وكل الريفيوهات طبعا اللي كانت معموله عليها كله طبعا عمال ان هو يشكر فيها والكلام ده. عايزه اقول لكم الريحه بتاعتها جامده قوي قوي. بصوا ده شكلها كده زي ما انتم شايفين، بس ريحتها فظيعه بجد، فظيعه بمعنى الكلمه. العبوه نص كيلو، في منها كمان كيلو، فانا قلت ان انا اجرب الاول حاجه صغيره كده واشوفها حلوه ولا اخبارها ايه. واكيد المية طبعا هقول لكم بمنتهى المصداقيه. واشوفكم ان شاء الله على خير، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. في الريفيو الجاي هقول لكم كانت الدنيا ايه وحلوه ولا لا، وفعلا السفنجه دي تستحق التجربه ولا لا. هقول لكم حليب جوز الهند دوت حلو للبشره ولا لا. كل حاجه هقولها لكم بمنتهى الصدق والامانه. وطبعا دوت تنت للشفايف وللخدود، او مورد حسب ما انتوا عايزين يعني تقولوه. هو مش مصري، كل الحاجات دي تقريبا الصناعه بتاعتها مش مصريه، لان دي مكتوب عليها ميد ان تشاينا. دي صيني طبعا، دي بالدلكه السوداني. طبعا معروفه الحاجات اللي هي السوداني بتبقى ريحتها فواحه جدا. التنت نفس الموضوع، ممكن يكون جوز الهند بس اللي هو مصري. اشوفكم بقى ان شاء الله على خير، وما تنسونيش في الدعاء، وباي باي.